ونزلت على بمرق الدجاج، فلفل اسود ونطرة كمون. بعد ما خلصت حطيت بقى ايه العدس بتاعي، كنت نقعاه، مسكته غسلته ونقعته في شويه ميه ساعتين. وبعد كده بقى غليته غلوتين على النار، هوريهولكوا اهو. بس ايه، انا طلعت البصله اهي بعد ما خدت اللون الجميل، وهنزل بقى في الزيت بتاع البصله بالمكرونه بتاعتي، ارش عليها شويه ملح وفلفل اسود، وهقلبها كويس كده ايه في الزيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى هوريها لكم اهي زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي حبايب قلبي بس كده. وتعالوا كده انا رشيت شويه فلفل اسود وشويه ملح اهوت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طعمه خطير 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 بصراحه والله العظيم. هقلبه بقى زي ما انتم شايفين كده اهوت، بفلفلها في بعضها اهي زي ما انتم شايفين كده. بقلبها كويس علشان خاطر الفلفل والملح يدخل في كل حته في المكرونه عشان تبقى طعمها حلو. انا مبكترش الملح يا جماعه، خلي بالكم. بعد كده بقى ايه، انا جهزت العدس اهوت، سلقته، حطيت عليه كمون وظبطت له ملحه. وبعد كده بقى ايه، الميه الزياده حطيته في مصفى لما نزل الميه الزياده اللي فيه. وبعد كده ايه، جبت اهوت زي ما انتم شايفين. هغرف معاكم بقى طريقه الكشري، سهله وبسيطه ومفيهاش اي افتكاسات. بس انا الحاجه الوحيده الخل بتوم انا ما عملتوش، بس عملت ال الصلصه الحار، وعملت البارد. انا خدت الصلصه بعد ما خلصت، انا حطيت على الصلصه مرقتين ماجي وفلفل اسود ونطره كمون، وظبطت لها الملح، وحطيت نص معلقه سكر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وقمت قاسمه بقى ايه الصلصه. عايزين تكتروا اللي بشطه ماشي، عايزين تبقوا سيبوا اللي هي من غير شطه اللي هي العاديه اكتر. شوفوا انهي حاجه اللي انتوا بتحبوه. انا عندي بيحبوا الشطه عشان كده كترت في الصلصه بتاعت الشطه زي ما انتم شايفين كده. حطيت شويه من اللي هي البارده وشويه من ايه مكبشه من بتاعت الشطه على الوش. بصوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا ايه، هنحط شويه بصل من اللي انا محمراه على الوش. والله العظيم طبق كشري خطير خطير خطير. بكل بساطة وكل سهولة هتعمليه في ثانية. ما خدش معايا وقت وما خدش معايا اي مجهود التصوير. ومحمد ابني تعبان، امانة عليكم تدعوا له بالشفاء، ربنا يشفيه ويعافيه هو واللي زيه ويديمها علينا نعم.